اه والله فعلا حقهم يعملوا قلق. هي ايه، بعد كل نزله الفيلم لكريستوفر نولان لازم يحصل قلق. اه والله، يعني كل سنه نفس الخرا، واطلع اعمل حلقه اه ونفسي واتعب وبتاع. واقعد اقرا في الميكانيكا ايوه، الكم في والفيزياء. الاخر يجي يقول لك واحد مش عارف يقول لك ايه وبتاع. ايه ده؟ ايه ده؟ يقول لك كريستوفر نولان كان مكسل في المونتاج، man. مش فاهم. فعلا، هو انت اصل في المونتاج انت بتحط على البريمير 3 لاينات تقعد اه، تقطع ايوه زي صح. شرايح البيتزا صح كده. صح، هو ده. هو ده بقى. آه. آه. لا تشل والله. المهم، قول لي ايه رأيك في فيلم اوبنهايمر من اخراج كريستوفر نولان وبطولة كيليان ميرفي؟ والله يا صديقي، انا من الناس من نوعيه الفانز اللي بتحب تاخد حاجات من السوشيال ميديا من قبل ما الفيلم ما ينزل. حلو. يعني انا شفت التقييمات بتاعت روتن توميتو اللي هو 101% دي، اتحمست. اه بعد بعد كده شفت حجم البقرة الخام اللي هي مش عارف ايه، شفت الصور، شفت اه الاخبار اللي نزلت، انا بحب اتابع الحاجات دي بحيث ان انا ابقى مهيأ للي انا داخل عليه يعني. اه اه. دايما بعمل الحركة دي عادي كمتابع للسينما مش اكتر. امم. فمجرد ما دخلت الفيلم، آه كنت معايا في السينما. طبعا. انت ففي هتقول لي. البريك هتقول هو لي كان بس وجهة انت نظري انت لما قلت بتيجي لك. السينما بصوتك. باجي بتبقى بصوتي انا انفيزبل. فعلا ما باجيش بوشي. بتبقى انفيزبل. تلاقي واحد كده طالع يقول اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة اه شاب اه. قديم. تبقى جاي عدد سبسكرايبرز ماشي على الارض. اه ماشي على الارض كده. تقول لك ايه، فرأيي هو انا بس كنت عايز اسالك فكرة. سؤال في الاول خالص وسقطته اتفضل. بس. كنت عايز اقول لك ايه رايك في الفيلم. عظيم ولا حلو ولا عادي؟ تقول لي بس الكلمه، يعني تختار كلمه من الثلاثه وبعدها تكمل كلامك. عظيم. ماشي، كمل بقى. زي ما بقول لك النص الاول من الفيلم باختصار عشان ما نطولش قوي. النص الاول من الفيلم، اكتشفت كمان حتى ان ده مش رأيي انا بس، فعلا النص الاول من الفيلم موتر لكتير من الناس. اه مش مفهوم بنسبة كبيرة، تحس ان هو بيمر مرور الكرام على معلومات كتير قوي. عشان كده انا قلت كومنت ليك في البريك، قلت لك ايه ده، ايه شغل بيتر ميمي ده يا عم. اه. اه فبس انا كان قصدي هنا ايه الشغل بيتر ميمي ده، ان انا حسيت ان انا عديت على معلومات كتير قوي. طب انت بالراحه بس، عارف انت الحد اللي متلهوج، فمن كتر ما هو متلهوج مش ملاحق يقول لك ايه ولا ايه. اه اه. بس مجرد ما البريك خلص وكملت الفيلم قلت ايه العظمه دي. اه وساعتها كان الكومنت التاني ليا بعد ما الفيلم ما خلص، قلت لك ايه، قلت لك الحكي صنعه، كريستوفر صح نولان ده حكاه ابن لذين. صح. باختصار هو الفيلم، انا يعني في كلمه عايز اقولها، وهي ان حقيقي دي من ضمن افضل وسائل الحكي اللي شفتها في حياتي. طب ليه وسائل بقى؟ نعم. قول لي ليه. يعني فصل الموضوع وقول اللي في دماغك كله. اقول لك كام حاجه، عناصر اساسيه كانوا رائعين في طريقه الحكي في الفيلم ده. رقم واحد وهي تاخد اعلى ريت فيهم كلهم، وهي الساوند ديزاين او الساوند افكتس. حلو. عبقريه بشكل رهيب. وكمان الكيمياء ما بين الساوند ديزاين وما بين بقى المونتاج الموجود اصلا في الفيلم، والاحداث اللي دايره ده، غير طبعا الاداء بيفرق، اداء الممثلين برضه عامل فرق. فكره الايقاع السريع، تحس ان لو في ناس ليها في المزيكا شويه، انت لما بتعمل تراك مزيكا بتقفش تيمبو، التيمبو او المترونوم هو الايقاع اللي هو بيعمل. فتحس ان الايقاع الفيلم او المترونوم بتاعه مشدود عامل كده. الدنيا مشدوده جدا. اه اه اه. وده بقى وزنه على زي على الساوند فكرة، ديزاين. زي صوت في الفيلم برضو. زي صوت خبطات رجول الناس، اللي هو كانت خبطات بتبدأ. رجول الناس، الله كانت ينور بتبدأ كده عليك. اهو، وبعد كده تزيد، فاهم؟ بالظبط، انا بالنسبه لي ده الفيلم اه. فعلا هو على حد تشبيهك، هو خبطات رجول الناس اللي فضلت تتزايد بشكل امم. مبالغ على مدار الفيلم زي طب ما بقول عايز اقول لك. لك بقى، يعني قول. هل كريستوفر نولان يعني بالطريقة ديت هو بس بيحط التريد مارك بتاعته في طريقة السرد ديت، ولا هو موظفها لسبب ما؟
لا بنسبه كبيره دي طريقه حكي، وانا شايف ان يعني في حاجات ادهشت ناس كتير ما ادهشتنيش، اللي هو يا جماعه هو انتوا اول مره تشوفوا فيلم نولان ولا ايه؟ منطقي قوي دي حاجه، دي اضافته في السينما. يعني عارف السينما من قبل نولان وبعد نولان خلاص، مجرد ما عملها وابتدى يتشهر اوكي. وابتدى مفيش خلاف على ان هو شخص اضاف للسينما كتير. اوكي. هو كانه كده بيقول لنا، بقول لكم يا جدعان ما تيجوا نبص من الزاويه دي، تعالوا نحكي الفيلم بالعكس، تعالوا نجرب ايه اللي ممكن يحصل. وفعلا اضاف كتير للسينما. دي حاجه. تاني حاجه، طب هل هتقول لي يا سعيد هل ده نفع على قصه اوبنهايمر؟ ما انا هقول بسألك بقى لك سؤال هنا، هل هو في هدف من ده، في سبب ان هو يحكي الطريقه ديت، ولا ليه مثلا هنا ما بقى كانش كنت يحكيه باي طريقه عاديه؟ صح بقى بالظبط. هنا بقى الفكره، انا بعد ما خلصت الفيلم قلت دي الطريقه الوحيده اللي كنت اقدر احس اه. باللي نولان عايز يقوله من ورا القصه. حلو. ليه؟ لان القصه بنسبه كبيره هي مشهوره، خلينا نكون متفقين على اه ده. طبعا، يعني صباح الفل، اقل حلقه يعني للدحيح. كنت لسه اقول لك حلقه الدحيح في بوست فيسبوك، في مقاله، في في زي ما تقول كده حاجه طلعت في فيلم، او الجمله المشهوره اه. بتاعت ام ذا دستروير اوف ذا وورلد والحاجات دي. اه. اكيد القصه عدت عليك باي شكل من الاشكال. جميل. فنولان حاطط ده في دماغه قوي، اللي هو بص، بس انا مش جاي احكي لك القصه، انا جاي احكي لك انا شايف القصه دي ازاي. ودي كانت اجمل حاجه في الفيلم. وهي هل الفيلم بايوجرافي؟ نقدر نحطه كده في الكاتيجوريز، لو الناس اللي بتحب تقسم كاتيجوريز حطه يا سيدي في كاتيجوري بايوجرافي. حلو. بس هل هو بقى بيتكلم عن اوبنهايمر بالظبط؟ ما اظنش. وده كان واضح بشكل كبير. امم. وده بالنسبه لي كان تفسير اللي حصل في الجزء الاول من الفيلم. جميل. وهي فكره وجود شخصيات كتير قوي. تلاحظ كده الجزء الاول من الفيلم في علماء كتير قوي ظهروا، اه. اه طبعا تحسهم طبعا. ايه، دخلت افنجرز، شغل بيتر ميمي، فاهم اللي هو ايه، ده الممثل كذا وده الممثل كذا وده الممثل كذا وده العالم اللي كان، ده الممثل اللي عامل دور كذا. تحسه بيعرفك على الناس، خالتي، ابن خالتي ابن خالة جوز خالتي. اه. اه. آه يمكن انا فهمت ده بعد ما خلصت الفيلم، اللي هو قلت لنفسي عشان كده انت جبت العلماء بشكل متكروت او عرفتهم بشكل متكروت، عشان اه. عايز يقول لك ان ميتين ابوهم سوري يعني مش عارف ده ينفع ولا لا، بس اللي هو مش مهم ما يولعوا كلهم اه. كلهم هيحصل عندهم نفس الازمه المشتركه ما بينهم. هل انت بتعمل حاجه تفيد العالم ولا انت شيطان؟ حلو. واللي اثبت لنا ده المشهد اللي كان بينه وبين اينشتاين في اخر الفيلم خالص، الحته او زي ما اه. تقول كده البونبونايه اللي كانت ما كملتش في اخر الفيلم وفضلت متسابلنا كده وكملت في الاخر. دي اكدت لي وجهه نظري، اللي هو اول ما المشهد ده اتقال في اخر الفيلم كده رحت اه. قايل كده يبقى انا وجهه نظري كانت صح. وهي. اللي هو عايز يقول الموضوع مش في اوبنهايمر نفسه. احنا عندنا حرفيا لو عدد العلماء 20,000، احنا عندنا 20,000 اوبنهايمر، 20,000 إنسان يقدر يدمر كوكب الأرض. اوكي، يعني في الحته الاخلاقيه انت شايف انه اوبنهايمر بشكل ما يعني ملوش ذنب. مش هو محور الكون، هو طريق السياسة اللي دايرة بيها، هي اوكي. دي اللي محور الكون وهي دي اللي محتاجة تتناقش. اوكي. التيمة بتاعت يعني التيمة دي اتناقشت في أفلام بأشكال مختلفة. التيمة بتاعت العلم والسياسة، استغلال السياسة في الفنون حتى، امم. في مجالات تانية، في الكورة يا سيدي، في مش عارف ايه، ده موجود. بس الطريقة اللي ناقشها بيها كريستوفر نولان، انا شايف ان دي بصمته بقى ودي طريقته. اوكي. اصل مين هيتكلم عن فيلم بيتكلم عن الطاقه النوويه احسن من كريستوفر نولان؟ كانك لو هنعمل تسكين يا سيدي، طبعا. اه. لو كانك انت كمنتج كده وبتقول يا ترى مين يقدر يحكي القصه دي، نولان. اه. شخص عنده علم بالمجال ده، بلس ان عنده علم بمجال صناعه السينما، حلو. اضيت. حلو. حلو جدا. بس ده بالنسبه لي ده رايي في ليه الفيلم هو يعتبر افضل طريقه حكي. زي ما قلت لك عشان هو ما يتحكيش الا بالعين دي، بعين نولان، عشان طب هل يوصل لك اللي هو يعني عايزه. يعني طريقه الحكي اه. اللي تحسها كده يعني فريده قوي. ما اقدرش اقول لك ان هي مقلوبه، مش عايز اقول عليها كلمه مقلوبه. اوكي. لا هي مش بس معلومه، هي هي بس كده هي فريده من نوعها. خطوط جنب بعض، يعني فاهم. بالظبط، هي طريقه الحكي الملفته.
طيب ايه كمان؟ بس دي كانت وجهة نظري عن الفيلم. برضو كان في حاجة كانت فرقالي برضو الصراحة أول ما دخلت الفيلم، وهي إن أول ما اتقالت الكود بتاعت بروميثيوس، أنا هزيت راسي اللي هو حلو. ليه؟ لأن أنا من اول كنت عارف الفيلم ده، مش من اول ما اتقالت. إيه؟ اصلا هي اول جمله ظهرت اصلا في الفيلم. ما أنا بقول لك من أول ما أنا شفت الكود دي اتكتبت، أو امم اتقالت يعني أو اتكتبت في أول الفيلم خالص، بعد كده اتقالت في نص الفيلم. أنا حسيت إن دي في الجون. هي القصة باختصار بتاعت بروميثيوس اه. هي حاجة من الميثولوجيا الإغريقية. امم بروميثيوس زيه زي هيركليس، كان نصف إله يعني، كان نازل اوكي. المفروض كوكب الأرض عشان يدي حاجات للكائنات كلها. فادى الطيور الريش، ادى الخرفان الفرو، ادى الحصنة مش عارف ايه، ادى كذا. وجه عند الإنسان معرفش يوهبه ايه. حلو. فراح وهبوا الشعلة بتاعته اللي هي شعلة بروميثيوس. وباي ذا واي الشعلة دي هي اللي شايلاها الست بتاعة تمثال الحرية، اللي هي حلو. شعلة المعرفة. حلو. فراح وهبها للإنسان شعلة المعرفة. وسابه بقى. اوكي. دي شعلة المعرفة، وهبها واعتقد للإنسان وعلمه. دي القصة زي ما هي بتتحكي في الميثولوجيا الإغريقية، خلي بالك. يعني دي بس القصة. فلا ثانية بقى أكمل. اوكي. فهو وهبها للإنسان فعلمه إزاي يطبخ الأكل، إزاي يخوف أعدائه بالنار، إزاي يسخر النار اللي تحت سيطرته إن هو يتدفى منها، امم إن هو يصهر بيها المعادن. حلو. النار أهم اكتشاف على كوكب الأرض. فاللي حصل ان زيوس عرف اللي هو عمله ده، وراح زيوس خده كده في حاجه زي محاكمه، وراح قايل له الجمله بتاعت النار اللي انت وهبتها لهم دي هي النار اللي, اللي هيولعوا فيها بنفس اللي هيولعوا بيها في نفسهم. مين اللي قال له كده؟ زيوس. حلو. فمن هنا اقتبست حكمه اللي هو ايهاب النار للبشر ك... كاللي هو مش عقاب. عارف بتاع اللي هو بتحط النار في الهشيم تحط حاجه في حاجه كده. كعقاب حاجه يعني، كده. ما هقول لك قال لك انا مش فاكر تقريبا. الجمله اتكتبت ازاي الحقيقه. قال لك تقريبا وهب بروميثيوس الانسان النار فعاقبه، حاجة كده. عاقبه بقى العقاب بقى بتاع بروميثيوس نفسه. امم في سردين للقصه، والاثنين مبنيين على الدراما يعني بشكل كبير. انا عرفت اه. القصه بسبب عرض مسرحي. حلو. في اللي هي بتاعت ان هو اتربط في صخره والقصه دي، وفي قصه تانية وهي الاقوى دراميا، وهي ان زيوس حكم على بروميثيوس ان هو يوميا غراب يجي ياكل كبده بشكل يومي. اه، دي اعتقد سمعتها دي كتير اصلا. فدي هدفها ايه؟ عشان الكبد هو الحاجه اللي في جسم الانسان بتتجدد، ومعنويا الحاجه اللي فعلا بتتجدد فيك هي المعرفه. فالحاجه اللي بتتجدد كل يوم هي المعرفه، والحاجه اللي بتتجدد في جسمك كل يوم اه. هي الكبد. ده الهدف من قصه بروميثيوس، خلينا نقول. اه. اه. طب اجي لك بقى نرجع للفيلم نفسه. يعني قلنا نشرح الحته دي سريعا كده عشان الناس تربط ما بين موضوع بروميثيوس واوبنهايمر. حلو. موضوع بقى سقف التوقعات، انا متفهم جدا كل شخص قال لي فكره اللي هو بس الفيلم طلع مش احسن حاجه، طلع مش عارف ايه. انا فاهم لان دول عملوا زي بالظبط. الناس دي بصت على الحاجات السوشيال ميديا والانترفيوهات والتريلرز والحاجات دي. طب انت كده وده اتكلمت يا اسطى عن خلاص خلصت جزئية بروميثيوس؟ م. ها؟ خلصت كده جزئيه. ماشي ماشي، اوكي، كمل في اللي بتقوله. على موضوع سقف التوقعات زي ما بقول لك انا، ده بيبقى بسبب ان انت بصيت على السوشيال ميديا على التريلرز واللقاءات والبوستات والمقالات اللي اتكتبت انا والحاجات انا ك... دي. انا كنت عايز اتكلم في الموضوع ده جدا جدا، وفي جزء اصلا مخصصه في الحلقة ده. انه ليه الناس بتحط توقعات، او ليه الناس بتتوقع الفيلم هيكون شكله عامل ازاي، وليه الناس بترفع سقف توقعاتها، واللي هو انت بترفعه على اساس ايه وليه. يعني انت داخل، اصل انت والناس برضو بعد ما بتخرج انت كده بتحكم على الفيلم من عينك انت، مش من عين المخرج. يعني انت مش فكرة برضو، مش يعني عشان بس محدش يفهمها غلط. اوكي، احنا المفروض نشوف الفيلم من وجهة نظرنا احنا، بس انت عايز تشوف اللي انت عايز تشوفه، مش المخرج وراهولك. فاهم قصدك انت عايز تشوف من خلال عيون الناس مش من خلال عيون المخرج. اه.
بس عليه. انا بقول لك ده بيبقى بسببه ايه، هقول لك دي بسبب التصريحات بتاعه نولان. ده اسلوب تسويقي برضه، خلينا نقول هي جمله يا خلي، الجمله اللي اتقالت واتكتبت كتير على الانترنت اللي هي، او اتكتبت من النقاد، لا عشان اكون دقيق اكتر، انا فاكر الجمله دي انا قريتها ان هي اتقالت من احد النقاد ان ده اه احسن فيلم في تاريخ السينما. اه اه. السينما، فاهم انت بتقول ايه؟ احسن فيلم في تاريخ السينما. انا لما قريت الجمله دي على راي احد النقاد، وتقريبا كان اتكتب على IMDb حاجه كده، لما قريت الراي ده اه قلت بس انا داخل يعني بتمن التيكت، انا هشتري السينما، فاهم؟ اشتريت السينما في العالم اه اه. بتمن التيكت. هل ده صح ولا خطأ؟ لا خلينا نقول برضو دي حاجه انا اكتسبتها بقى خلاص مع الوقت، بسبب ان كل مره دي ما حصلتش معايا في اوبنهايمر بس، حصلت معايا في اكتر من فيلم. امم. خلينا نقولها يعني كنصيحه للناس، سيبك من السوشيال ميديا والنقاد، وخش الفيلم وانت قاطع ودانك. دي ملهاش دي حاجه ملهاش لازمه، خلي بالك، بس اللي هو من باب ايه، عارف، عشان ما تضايقش على نفسك شويه متعه. اصل ما الموضوع يعصب في فكره انه انت دخلت يعني متوقع بقى وما تفهمش انت متوقع ايه او الشخص ده متوقع ايه، فيدخل يشوف حاجه تانية، والفيلم فعلا حاجه تانية، يعني حاجه فعلا غير اللي الناس متوقعاه خالص، او غير اللي الناس ده كان حقيقي. نفسها فيه بقى. يعني خلينا نقول ملاش متوقعه، لان هو هيتوقع على اساس ايه؟ خلينا نقول اللي الناس نفسها فيه. الفيلم غير كده خالص. اه بالظبط، يعني انا انا قلت ايه احسن فيلم في الدنيا، ما بيتكلمش عن اوبنهايمر. لا لا بجد والله بهزر، بس بتكلم على حته التوقعات دي. هي على فكره خلي بالك يا خولي، هي نقطه بسيطه خالص، هو كأن ايه، زي ما بقول لك انت داخل السينما، بدل ما هتستمتع 80%، اقطع ودنك عن السوشيال ميديا هتستمتع 100%. ايزي، امم. ايزي خالص. يعني انا بقول لك انا بس ده كان خانقني عشان انا داخل على حس كلمه احسن فيلم في تاريخ السينما، فانا اه. داخل اشوف احسن فيلم في تاريخ السينما. بعد بس كده عارف هو فكرت في هو الموضوع بيقول اللي لك هو، يمكن مش احسن فيلم في تاريخ السينما، ولكن تقريبا التصريح الدقيق يعني هو بيقول لك ان دي اهم قصه في تاريخ السينما، تاريخ البشريه يعني. ممكن فعلا اهم قصه في تاريخ البشريه، ده كده كده اه. بالفيلم او من غيره، ولكن انا شايف ان لما اتقالت من العين بتاعه نولان، القصه اتضاف لها كتير. فبس على حته التوقعات دي، اه انا شايف الناس تقطع ودانها بعد كده، خلينا نقول في التجارب الجايه. اه اه بعد صح. آه، خش الفيلم وانت قاطع ودانك عن اراء الناس، المفروض. اه لان اه. فعلا الموضوع ده مش صحي خالص، فكره التوقعات وهل الفيلم هيكون عامل ازاي والنوعيه دي، مم. يعني ليه قبل الفيلم وحاجات لازم تعرفها قبل الفيلم والحاجات اللي من النوع دي. اه يعني هي لذيذه وكل حاجه، بس يعني دي برضو دي وجهه نظري الشخصيه، يعني انا عشان انا متابع لمحتوى السينما بقالي فتره طويله على اليوتيوب، فاكتشفت ان نوعيه الفيديوز دي بتضرني، اه اه. لان انا بخش الفيلم في دماغي يعني موال، بخش ما بلاقيهوش دايما. فيعني بس دي حاجه كده على الماشي يعني على السريع بقى. طب ايه طب رأيك في الناس اللي بتقول على الفيلم ممل؟ لا دي كارثه يا اخويا. انا توقعتش انت تسالني السؤال ده الحقيقه، مش ما هي دي للدرجه دي بقى هنا يعني. المفاجآت بقى، هنا المفارقات بقى. مفارقه؟ لا يا راجل، لا يا راجل دي حرام. الأسئلة المفخخة. صعب قوي يا خالد، صعب قوي الموضوع مني. والله يعني انا راجل محايد، وانت عارفني والله بحب اسمع، يعني اسمع بعد كده اه اه نتفاهم مع اه بعض اه انا ونتخانق عارف عارف. ونتناقش. فزي ما بقول لك يعني، هتقول لي جاد فازر ممكن يكون ممل، هتناقش معاك، هقول لك طب قول لي وجهة نظرك تعالى نتناقش. تاكسي درايفر اقول لك تعالى نتناقش. راجل الفيلم ده مش طبيعي. اوبنهايمر ده خلى مستحيل. ضربات قلبي سريعه، انت فاهم، انا خارج اه بنهج. فده مستحيل يكون ممل. مستحيل يعني. فممل دي اصل، تعالى يا سيدي، طب اقول لك على حاجه، تعالى نتناقش يا فندم. كلمه ممل دي تتقال على فيلم ايقاعه بطيء، او ان المخرج، لما بنقول كلمه ممل بيبقى كده المخرج ركز على حاجات ملهاش لازمه، تمام، اوكي. وساب كل الحاجات اللي ليها لازمه. اوكي. انت عارف الفكره في ايه؟ مم. ان انت اتفرج على النص التاني من الفيلم. هو الافلام بتتفرج عليها على بعضها، اصل هو مش مسلسل صح حلقات صح منفصله. اه لا خالص، استنى اتفرج على ال3 ساعات كاملين، هنا بقى قول لي الفيلم ممل ولا مش ممل. لكن عارف بقول لك على حاجه،
ده واحد يعني اللي يقول لي النص الاول من الفيلم اتوترت منه، او عارف حتى اللي هيقول لي كان ممل. يعني انا بقول كلمه انا اتوترت منه مش مليت منه، انا اه اتوترت، حسيت ان انا مش فاهم حاجه. اه اه ابتديت اشك هل انا مش مركز، طب في حاجه ولا لا بتاع. في النص التاني قدرت افهم، لا خلاص انا ده مقصود يعني. واضح ان ده مقصود لان في كذا حد بيقول نفس رايي كمان. حلو. لكن اللي يتفرج على الثلاث ساعات ويقول ممل، لا 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 لا، لا يا راجل، امال ايه اللي مش ممل يا راجل؟ ده مثلا صح. الفيلم ايقاعه، التيمبو 120، التيمبو سريع، سريع مجنون. جدا جدا. فلا كلمة ممل دي يا راجل، احنا نقول ايه؟ نقول الحمد لله ونقعد ساكتين. طبعا على ذكر بقى على ذكر بقى فكره، يعني انا عايز ارجع معاك تاني لفكره نولان، إن هو بيتكلم عن فكره معينه، والفكره ديت مم. يمكن هو مركز عليها اكتر، فيمكن في ناس متضايقه من من فكره ان هو انت ازاي ما ابرزتش حته انه الفاجعه بتاعه القنبله النوويه اللي اترمت على اليابان، ازاي ما اظهرتش ان مم. الموضوع مفجع بشكل كبير، وكانه واظهرته كانه شيء بطولي جدا، وفي ناس بتسقف ومش عارف ايه وبتاع. وانا طبعا بقول لك كلام الناس مش كلامي طبعا، يعني انا عامل هنا دور اوكي اوكي. الناس، فاهم؟ انا عامل هنا، انا بهاجمك، فاهم؟ بهاجمك بلسان الناس يعني، مش بلسان انا. انا انا فاهم. انا ماليش رأي. آه، وكمان فكره انه في جوانب كتير من الفيلم، من ضمنها الشخصيات، شخصيات كتير جدا يمكن الناس مش عارفه عنها حاجه، فاهم يعني؟ مم. هل تفاصيل الشخصيات كانت بالاهميه ديت؟ يعني هل تفاصيل الشخصيات كانت بالاهميه ان احنا نعرفها ونهمل مثلا الهدف الاساسي بتاعنا، او ان احنا نضيفها على الهدف الاساسي بتاعنا؟ ولو كنا عملنا كده الفيلم كان هيروح لفين يعني؟ كان ممكن نقعد 5 ساعات نحكي. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ والله بص تعالى، اقفش كلامك حاجة حاجة. تعالى نتكلم على موضوع الشخصيات الكتير اللي كانت في الفيلم. حلو. يعني حتى انا قلت لك هم الكاستنج بتاع الفيلم او كاست على الفيلم 42 ممثل. اه وفعلا احنا واخدين بالنا ان ال 42 ممثل كلها اسماء بنت لذينه في هوليوود يعني. اه اه طيب، فزي ما انا بقول لك ده بالظبط هيرجعنا لحته ان هل ده كان ضروري؟ مفيش، انا شايف مفيش حاجه اسمها ضروري في السينما، بس هل ده خدم عين نولان؟ خدمها جدا يعني. مثلا ده ده اللي هو سؤال عايز صح يقوله، اكتر. مش بتحنيك والله، مش بتحنيك، بس دي وجهة نظري. الموضوع حلو. عامل زي انا بقيت احس ان نولان كان عايز يقول لك ايه، اللي هو مش ده ممثل جامد؟ تمام، اه اهو زيه زي غيره. مش ده عالم؟ تعالى بقى جوه الفيلم، جوه عالم الفيلم، مش ده اه عالم جامد؟ اهو زيه زي غيره، كلهم زي بعض. حلو. تعالى بقى للنقطه الثانيه اللي انت كلمتني فيها، على حته ان هو ما اظهرش الفاجعه اللي اتعملت، اه اللي عملها اوبنهايمر، وعملها كانها عمل بطولي. لا ده مش صحيح خالص. دي نقطه انا مش متفق معاها، لان لا يا وانا حبيبي ده برضه. كان ظاهر. ايوه ايوه. بس بالعكس، دي اتحكت حتى بشكل، عارف انواع افلام الرعب النفسي. اه اه طبعا. كنت هو لسه اصلا بقى يعني ده في كويس ان مشاهد انت كده سالت السؤال ده سرياليه عشان عايز اصلا. اتكلم على الحته دي قوي. عشان دي تعتبر حرق شويه. طب اقولها ولا ايه؟ لا يعني اتكلم من بره كده، فاهم؟ ماشي خلاص يعني. ماشي، طب هو بص، هو موضوع آه موضوع الرعب النفسي ده، هو ان هتحس الفيلم تصنيفه هيتشال في النص، وانت تصنيفه هيتشال من بايوجرافي، لان هو هيبقى فيلم رعب نفسي. بس ده اه كان جامد قوي، لان السيكونس ده، او خلينا نقول الحته دي، ما كانتش بتتفتح الا لما نشوف العالم من وجهه نظر اوبنهايمر. صح. الضغط النفسي اللي كان عليه كان بيظهر من خلال ان هو كان الساوند. برضه هفضل اقول الساوند ديزاين كان فشيخ. رهيب، انت لازم بتبقى قاعد ياخد اوسكار مضغوط ده. معاه، اعصابك مضغوطه معاه. اه اه وده برضه احنا بنتكلم عن، خلينا نقول سيكونس في الفيلم، يعني اه عارف اه فولدر جوه الفولدر الاساسي بتاع الفيلم. امم وهي حته ان لا خالص، هو ما كانش يمجد في الموضوع. حتى في مشهد صريح جدا، مشهد الخطاب اللي انت ذكرته حتى بالاخص، صريح جدا ان هو بعد ما بيخلص الخطاب بيشوف الناس جثث. صح. ده منتهى الصراحه والوضوح يعني اللي في الدنيا. آه،
ف... فلا انا مش متفق مع وجهة النظر ان هو كان بيمجد، هو لا كان بيمجد ولا نيلة. صحيح نولان يميني، بس له كامل الاحترام يعني، برضه راجل سينمائي في الاخر. طب ما انا برضو عايز برضو ارجع معاك عشان افهم اكتر حتة الشخصيات. مم. يعني هل كان الضروري ان هو يجيب تاريخ كل شخصية عشان انا افهمها واعرف تاريخها لا 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 خالص. وكل كليشيهات السينما دي؟ لا 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 بس انت بتقولي السؤال وانت مش مقتنع بيه. لا 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 خالص، لان هقول لك على حاجه في النهايه. احنا بنمثل يعني، حتى في تدريبات الممثل، في تدريبات الارتجال، حلو. لما المخرج مثلا بيقول لك قوم اعمل لي ارتجاله ان انت بتطبخ بانتو ماي مثلا او ماي، فلاقاك بقى مثلا عارف يا خوليو، مثلا لو خوليو قال لي يا سعيد اعمل لي ان انت بتسلق بيضه، هل انا يا خوليو هاجي اقوم جاي محاكي طبعا على الهوا ماي ان انا بسلق بيضه، وهقعد ربع ساعه وحاط ايدي على خدي؟ خوليو هيقول لي وانت بتعمل ايه؟ اقول له مستني البيضه تتسلق بقى. اه. طبعا ده عبط. انت هتقول لي ايه باختصار؟ انت عبيط يا اسطى، واحنا بنسلق بيضه بجد؟ احنا بنمثل. امم. اصل عارف ده انا قصدي بقول لك فيه ايه؟ اصل احنا لو فضلنا كده، ما هو بجد الفيلم مش هيخلص. الفيلم صح. ممكن يستمر الى الابد. يعني صح، عارف بقى اعرفك تاريخ اوبنهايمر، تاريخ حبيبته، ازاي حب حبيبته، ليه حب ويا ترى حبيبته. ازاي عرف اينشتاين؟ علاقته اه. باينشتاين دي عايز اقول لك على حقيقه جامده فشخ. هو جابها في اه. 3 مشاهد. امم. بس عارف مش مهتم يعني، مش وقته. صح. صح جدا. كأن كده نولان بيقول لك ايه، انا حسيت الفيلم ده فرصه للي ما يعرفش القصه بتاعت اوبنهايمر. كأن بعد ما خرجت من الفيلم كأن نولان بيقول لك بص، لو انت منجذب للقصه روح اقرا عنها، وروح اقرا الكتاب اللي اتعمل عنه اصلا، اه. واقرا عن الموضوع لو انت مهتم. لو انت بقى مش مهتم، وانت مجرد شخص سينمائي مهتم بالسينما ومش مهتم بالعلوم دي بشكل خاص يعني، اه. فالمهم ان انا وصلت لك رساله انا عايز اوصلها لك. وخلي بالك انا لسه كل ده ما قلتلكش انا شايف الفيلم ازاي يعني. طب قول اديني. ماشي. بص، انا في حاجه ملفته جدا وهي اسمها براعه استهلال، وتسمى في السينما الهوك، سمى اللي هي الهوك. اول كام دقيقه على الشاشه. اه اه طبعا دي موجوده دايما في اليوتيوب بنحتاج حتى يعني. اه بس انا عارفها او اعرف بمصطلح براعه الاستهلال يعني. اه اه. آه، اول كام دقيقه ظهورك انت هتعمل فيا ايه؟ الراجل راح بدأ لك آه، خلي بالك عشان احنا هنقفل كمان. كمان 10 دقايق، لا لسه لسه. كمل كمل ما تقلقش. هو بدأ لك على وش اوبنهايمر، بعد كده ابتدى يظهر لك الشوتات اللي كانت للفضاء والفي او من اوبنهايمر، هو بيشرح حاجه صغنونه خالص اه في اه. موضوع الفضاء وموضوع الذره وموضوع الانفجارات بتاعه الكون وبلا بلا بلا وحاجات. حلو. في الجزء الاخير من الفيلم الموضوع اتكرر بشكل فج، ولكن بقى مش من خلال الفضاء، بل من خلال قنابل كتير تتفجر اوفر. اه فانا حسيت ان نولان بيقول هنا، والقصد هنا من الفيلم ان البيج بانج ثيري او الانفجار العظيم اللي حصل، اللي خلى الكون يتعمل، او بما ان الكون اتعمل بسبب انفجار، اه. فالكون هينتهي بسبب انفجار. عظيم جدا. وهي اتقالت برضه بشكل صريح. بامانه الفيلم صريح قوي الحقيقه، ودي حاجه لذيذه. انا حبيتها يعني، لان انا زي ما بقول لك انا يعني فان لنولان، بس مش الفان ايه، عارف انت الفان اللي هو الاي بلس اللي هو العاشق لنولان. لا انا فان لنولان بس مش قوي. بس عارف، انا شايف ان الفيلم ده كارت انفيتيشن كده لبقيه المشاهدين، اللي هو يا جدعان لا تعالوا اتفرجوا، كأن نولان بيقول لهم تعالوا اتفرجوا على السينما بتاعتي وما تقلقوش من حاجه. اه اه ما مش تخافوش. هتعبك، اه اه. مش هتعبك، همتعك. فعشان كده بقول لك لا الفيلم لذيذ ومباشر. والحاجه يعني اللي انا المعلومه اللي انا بقولها دي مش فجه يعني، هو يا فعلا عم ده اول حتى انفجار في هيظهر. الاخر، في الاخر لما قال احنا دمرنا العالم بالفعل، جاب مشهد والعالم بيولع كده. كنت لسه هقول لك حالا هو يا اه. بقى يا اخي، ده حتى الجمله اللي بتتقال انا مدمر العوالم. انا عايز اقول لك اشعار، كميه اشعار يا سعيد، اه يا نهار احوس. صعب قوي، صعب قوي. كميه اشعار لما اتقالت الجمله ديت في الصمت بتاع ايوه القنبله. يا دين النبي، يا دين، انت فاكر انت الشعور ده؟ ايوه ايوه يعني ايوه شفت انت صعب. متوقع تسمع صوت ابن لذينه
صوت يهز الكرسي، ما سمعتش الصوت. سمعت الفي او ده. وبعد كده وخد بالك هقول لك على حاجه مهمه جدا، ويمكن ما حدش خد باله من الحاجه ديت. الفويس اوفر اللي قال الجمله صوت اوبنهامر الحقيقي، اه مش صوت كيليان ميرفي. ايوه ايوه، هي متسجله له في اللقاء اصلا فعلا. انت خدت بالك من النقطه دي اصلا واحنا بنتفرج؟ لا ما خدتش بالي، اكيد مش هفتكر صوت اوبنهامر الحقيقي في وقتها يعني. لا ده كان صوت اوبنهامر حقيقي، ما كانش صوت كيليان ميرفي. انا خدت بالي جدا يعني، وان شاء الله اطلع صح يعني. بس كانت تفصيله بنت لذينه يعني. هو فعلا يا خوليو زي ما بقول لك، دي انا شايف ان دي رساله الفيلم، ان الانسان او الكائن البشري اه. اللي كان متسبب في تطور البشريه وكل التقدم العلمي اللي احنا وصلنا له، هو اه. هو اللي هيدمرنا لو م. احنا فضلنا نفكر بانانيه. طب هل بقى، تعالى كمان ارجع لسؤالك، وهو هل فعلا كان مهم ان هو يجيب كل الشخصيات دي وما يعرفهاش؟ اقول لك بقى كمان حاجه، حتى علاقته العاطفيه بتخدم رساله الفيلم بشكل ما. اه قول لي، يعني عارف، يعني وضح لي. هقول لك علاقته العاطفيه كانت علاقه انانيه، او خلينا نقول نوعيه العلاقات اللي هي الطرف التوكسيك، خلينا نقول. اه اللي هو سمر مثلا، فاهم؟ اه مثلا اه فعلا. فده مفيد بايه؟ ده مفيد ان ده اوبنهامر في السياسه، ده اوبنهامر في حياته، وده مش اوبنهامر بس، ومش العلماء بس، ده كلنا. يعني عارف بقى، ده انا حسيت ان ده توضيح اكتر من نولان، اللي هو خلي بالك لو انت فاكر ان انا بقول ان العلماء هم اللي هيدمروا كوكب الارض، شايف اوبنهامر هو حبيب، او هو زوج اه فاشل، اه او هو اب فاشل، او هو مش عارف ايه. بص الدنيا وصلت بيه لايه، فخلي بالك انت تقدر، او انت ممكن قوي تبقى زيه، اه او بين قوسين انت هو اصلا. انانيتك وحبك اه لذاتك وحبك للسلطه وعدم مراجعتك لقراراتك وايجادك لمبررات شخصيه بحته ملهاش اي 30 لازمه، ممكن يخليك تقتل روح. وهو اختصرها لك بحته الموت. ماتت. اه بس ما مش بقى اتشنقت ولا اكتئبت ولا، ماتت. اه بس هو انت متخيل لو فضلنا نفكر بنفس الشكل، بشكل اناني، بشكل ان احنا كل اللي عايزين نعمله ان احنا نجمع فلوس كتير ونبقى مشاهير ووشنا يبقى على التايم. طبعا انت وشك مش هيبقى على التايم. اه اه انا بتكلم بصيغه بالضمير. معلش. ولا ليه يا اسطى عادي وشك يبقى على التايم. مثلا يعني. بس والله ده اللي بتكلم فيه، هو بسبب ده مم. ان احنا نلبس في حيطه بسبب ده. ودي نظرتي للفيلم، ودي الرساله الاجمل. واخر حاجه بقى عشان اختم الجزئيه دي من الفيلم خالص، وهو زي ما بقول لك، ده اللي هيخلي الفيلم ده ان انا اشوفه تاني وتالت، زيه زي افلام زي فايت كلاب، زي الحريف، زي ارض الخوف بالنسبه لك. انا اه حاسس اوبنهايمر هيوصل للدرجه دي عندنا، بس كمان شويه. كمان شويه لما الناس تبدا تركز، يعني تركز اه في واحده القدام. واحده يعني. يعني 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 انا يا بقول لك جدعان، اهو انا اتقل. بحزن على حال ان احنا نبقى سايبين الناس، او ان احنا نبقى كل يعني، احنا كناس بتتكلم عن افلام يعني نبقى كلنا مش عايز اقول رأي واحد، ولكن نكون متفقين على الاقل ان العمل عظيم، ولكن كل واحد عنده وجهة نظر مختلفة. مش كل واحد طبعا. بيحكم بسذاجة معينة فاهم عن الفيلم. انا ما م- بحبش ده، وده انا شايفه غلط جدا. ويمكن انا بحبنا ان انا شايف ان احنا جامدين جدا في الحتة اللي احنا بنعملها، واجمد حتى من الاجانب، فاهم؟ ف... فاحنا لازم الناس لما بتلجأ للمحتوى بتاعنا بيبقوا عايزين ان هم ايه، عايزين حاجه حاجه تانيه، حاجه قول لي يتمسكوا حاجه بيها، جديده. عشان يبنوا عليهم، يبنوا عليها ارائهم. إيه اوكي، لازم نبدا نتصالح مع فكره انه الناس مش يعني لسه بدري على ما يكون ليها رأي خاص او تكون ليها رأي خاص بجد. م. فبالضروره هيكون مبني على رأي سمعه قبل كده، بالضروره طبعا طبعا، واكيد انت عارف حاجه زي كلنا على فكره، مش يعني حتى انا وانت وكلنا طبيعي. حتى احنا برضو كمراجعين. ولكن الناس عموما عمرها ما هتبني رأي شخصي، ولو بنت رأي شخصي عمياني كده من اول ما تخرج الفيلم هيطلع حاجة غبية، ما واثق يعني حاجة زي كده. ف انا بقول لك التسرع، هو فكره التسرع بس هي اللي مش لذيذه. بس انا اه بقول لك
دي انا متاكد منها. انا منتظر الفيلم ده يعدي كام شهر بس كده وينزل على النت على اي ستريمينج سيرفيس او اه اي حاجه. ضروري ضروري، انا لازم نحلله والفيلم ده يعني. هيتحول بالنسبه لي، او على الاقل يعني خليني اتكلم عن نفسي بلاش اعمم، لان مم. الله اعلم بتفرق من شخص للتاني. بس لا لا لا، ده فيلم ليا انا كسعيد. هفكر بيني وبين نفسي، اوكي. هراجع نفسي. عارف يا عم، انا مش عايز اتكلم على الفيزياء اصلا، انا كنت ادبي يا عم صباح الفل. انا مش عايز اتكلم عن الفيزياء ولا اتكلم عن العلوم والعلماء وتدمير الكواكب. اه انا اه. كسعيد مش مهتم. انا مهتم بالرساله الفشيخه اللي ورا الفيلم، وهي وانا والله، اناني. والله يعني دايما بقولها ان فيلم نولان، يعني انت حتى لو ما فهمتش الشق العلمي منه، فهو بس مستخدمه كشيء ان هو يعني انت اعتبرها رسالة التامل عامة كده والتفكير لكل تاني افلام. والتدبر. رسالة عامة، بالظبط، رسالة عامة لكل افلام نولان، ان هو عايزك بس تتدبر في جزء معين في حياتك عشان في الاخر توصل لمعنى بسيط جدا، معنى بسيط جدا، صح ايا كان ايه هو، بس هو معنى بسيط في النهاية، في يا النهاية اخي، ده هيكون ابسط، معنى ده بسيط. ابسط انت اعماله، او خلينا رسالة عن نقول. الحب، مش عارف مين، عن صح. كذا كده. تنت يا عم عن الايمان، يعني تنت عن عن العقيدة والايمان. فعلا يعني انت بعد كل اللفه دي، اكتر فيلم معقد في تاريخ السينما عن الايمان بس، عشان بس يوصلك لفكره بسيطه جدا. فهو دي حياه نولان، ودي اعتقد الرساله اللي هو ماشي بيها في حياته. فوالله فعلا يا خوليو، ودي اجمل حاجه في الفيلم. يعني عارف بقى اقول لك على حاجه، اه ده ما يعني ما يمنعش ان انا ممكن كمان، يعني ممكن تلاقيني على السنه الجايه اه. هتلاقيني بقول لك مثلا اوبنهايمر ده، الجمله اللي انا اعترضت فيها في اول الكول، وهي اوبنهايمر ده احسن فيلم في تاريخ السينما. مثلا والله ما استبعدهاش، بس ليه؟ اه عشان هتلاقيني بقى خلاص اتفرجت عليه مره واثنين وثلاثه واتوحدت معاه كده، زائد الاراء اللي انا بقولها لك دلوقتي. اه. لا، ما هل ده ممكن يبقى عند شخص او اثنين او ثلاثه في كوكب الارض احسن فيلم في السينما؟ اه طبعا. طبعا عنده المقومات جدا. والله لا، يعني ممكن بقى نخش على حته الممثلين. ماشي. بعد حته الممثلين هسالك سؤال تاني، بس بعد ما تخلص الحته دي يعني، فاخش معاك. طيب بص، هو سريعا كده حلو. تعال نقفشه نفر نفر، نتكلم عن كيليان ميرفي. انا مش درويش لكيليان ميرفي خالص. آه هو ممثل كويس، بس انا مش هو التايب بتاعي اللي انا ابقى فان ليه. ولكن انا عشان عارف ان نولان زيه زي نوعيه المخرجين اللي هو ايه، اللي مش هقول لك ديكتاتور، بس اللي هو بيستخدم الممثلين كادوات. تحس كده عنده نفس النظره بتاعت شاهين. هو ما بي... عارف ما... وبتاعت هيتشكوك. وبتاع هيتشكوك ما بيخليش اه الدور يروح للممثل. لا، هو الممثل انت يا كلب هتروح للدور. سوري، العكس، ما بيخليش الممثل يروح للدور، بيخلي الدور هو اللي يروح للممثل. يعني ايه من حلو. الاخر؟ يعني التسكين بتاع كيليان ميرفي ده عظيم جدا فيزيكال طبعا. فيزيكال في الجول، طبعا جدا واداء في جدا. الجول. اه هو اه جايب ممثل الفلات بتاعه اسمه ايه ده، مميز يعني، اه. فاهم هنا الفكره. هو فعلا اشرح كيليان للناس ميرفي برضو يعني ايه فلات. فلات، يعني هي من المصطلح نفسه اللي هو بلا اي حاجه، ملامح الوش ساده. الثابته. اه ملامح الوش الثابته دي، يعني عارف ضحكه كيليان ميرفي ولا عياطه ولا اه وشه الثابت؟ اه اقول لك لا، وشه الثابت يكسب طبعا. اه اه. في ناس كده يقول لك لا، ده ضحكته احلى من وشه الثابت، وهكذا. حلو. لكن كيليان ميرفي فعلا هو الاداء الاجمل والتسكين الافضل من نولان. جميل. اه وده كمان لما تشوف اوبنهايمر الحقيقي، فهو فعلا يعني حتى كان صديقنا نجار لفت نظري لهذه النقطه. اه. قال لي راجل شغال في الطاقه النوويه منطقي جدا تبقى اعصابه بارده، حلو. تبقى اعصابه جليد. يعني حتى انا اللي قلت له الموضوع ده، قلت له بس يا اسطى، بحس ان ميرفي ممثل بارد شويه. فقال لي ده اه افضل تسكين، عشان طبيعي ان راجل شغال في الطاقه النوويه لازم يبقى اعصابه بارده. انت لو اعصابك بايظه او سايبه، الدنيا باظت. جدا جدا صح. ففعلا كنا محتاجين ممثل الامبريشنز بتاعته ضعيفه، اه. عشان ما يوترناش، لان احنا متوترين خلقه. وفكره ان هو ما كانش بيدي رياكشن، ده كان بيوترنا اكتر. وخد بالك، هو اوبنهايمر في الحقيقه كان كده اصلا، يعني يقال عنه ان هو كان متماسك يعني. فاهم. بالظبط. وخلي بالك ده اصلا في السينما يخليك انت تتوتر اكتر، اللي هو طب ايه، طب ده خير ولا شر ولا ايه؟ اه اعمل اي، اضحك، عيط، اعمل اي رياكشن. اه. فبس لا، دي كانت حاجه في الجون. حلو. بس هل كيليان ميرفي بالنسبه لي اصبح الممثل التوب؟ لا.
ايه ده دي ليه حاجه كده؟ كده انا بغتت بيها يعني. طبعا تقصد روبرت التوب داوني عموما جونيور. ولا في الفيلم ده؟ لا لا، ده رايي انا عموما بره لا بقول لك المسلسل. التوب عموما ولا في الفيلم ده. لا، ما انا بقول لك ده رايي عموما، الطب عموما. اه اه اه. وفي الفيلم ده برضه مش هو الطب على فكره. يعني داوني جونيور بالنسبه لك روبرت داوني جونيور بالاجماع هو طب قول لي كاريزما. كده. هقول لك. يعني كلمني عارف برضو ايه؟ في اللازمات، كلمني في كنت حاجات. لسه هجي لك على الحته دي. اه. المنافسه بالنسبه لي كانت ما بين روبرت داوني جونيور ومات ديمون، خلينا نقول الدورين على الورق جامدين، بس مات والاثنين دايما تحسه ممثلين على الرايق كده، على الخفيف. ما انا كنت لسه هقول لك الكارت اللي كان مع مات ديمون. بص، انا كسعيد بحب الادوار المركبه شويه. يعني حلو. ايه دور مركب؟ يعني ضابط جيش عنده شنب كده، تاف جاي جامد حلو. جدا، بس حلو. دمه خفيف. جميل. ده كان الدور بتاع مات ديمون. عنده حس فكاهي، بيعرف يهزر من طريقته من الشخصيه. حلو. روبرت داون جيرو ما اتحطش بقى في التحدي ده في الدور بتاعه. ليه؟ لان الورق حكمه. حلو. يعني من الاخر يا خوليو، امم. يعني مش عايزه والله، مش بخالف المسار وخلاص، والله مش بحاول ابقى. بس لا ماشي، انا مع الناس كلها. الناس كلها بتقول ان هو اجمد واحد في الفيلم. ماشي، هو جامد، بس هو مش اجمد واحد في الفيلم. مبرري ببساطه اه. ان الدور بتاعه هو اللي حكم في حتت ان كده كده الدور جامد يا جدعان. الدور ماشي. كاتشي لاي ممثل. اي ماشي. ممثل هيقرا الدور ده يقول لك انا عايز اعمله. خلينا ماشي. نقول يعني في تحديات حلوه كتير، بس هل تحديات صعبه؟ لا خالص. دور احادي، طب لا يعني اشرح بدايته لي زي اكتر. نهايته، فاهم قصدي؟ فسر لي اكتر، يعني في ايه بالظبط؟ افسر لك. بص يا خوليو، احنا بنقسم الادوار. الدور الاحادي، او انا دي برضو دي وجهات نظر سعيد، فاهم؟ برضو دي مش ماشي. حاجات. لا لا عادي عادي. الدور الاحادي ده اه. هو ان، هقول لك، روبرت داون جونيور شفته في اول الفيلم وشفته في اخر الفيلم. حلو. حسيت باي اختلافات؟ لا هو نفس الشخصيه، ما حصلش تطور يمكن، لا لا. حلو قوي. تعال عند مات ديمون وشوفه في اول الفيلم وشوفه في اخر الفيلم. حسيت باختلافات ما بينه وبعد لما كبر في تحقيق وبلا بلا بلا بلا، صح؟ بس انت بس يعني خد بالك برضو ان هو بعد ما كبر، هو كبر في مشاهد معدوده، لان خد بالك احنا التركيز ما كانش على الحاجات دي قوي في الفيلم، على قد ما كان التركيز على اللي جايين نحكي فيه. لا لا طبعا. بص، انسى الفيلم دلوقتي، انا بكلمك على تمثيل. ما انا فاهم، بس اصل الموضوع انت اتخذت في دوكا، فاهم؟ يا حبيبي انا فاهمك، بس انا بكلمك على انت كممثل معاك دور، مالكش دعوه بقى نولان عايز يقول ايه. حلو. نولان يقول اللي يقوله، ده حلو. فيلم. انت معاك ورق. حلو. تمام. انا بقول حلو. لك انا بحب الادوار اللي فيها تطور. ان مات ديمون كانت دوره المركب ده فعلا حلو، ومش اي حد يعمله. فانا بالنسبه لي مات ديمون هو اعلى ريت فيهم. لانك تعمل لي ظابط حازم، والكوميديا تيجي من الشخصيه نفسها مبدئيا. يعني احنا بنتكلم في حته ايه؟ كانك بترسم خيال. ظابط جيش هيهزر زي العالم؟ اه. هيهزر زي سواق الميكروباص؟ لا لا. لا طبعا. اه. فهو عمل ستايل كده خفيف للكاركتر بتاعه، بلس ان الكاركتر فيه تطور. طب تطور في اه. ايه يا خوليو؟ طبيعي على الورق، وبالذات ان اللي كاتب الورق نولان، خلي بالك بس متفقين. اه. اكيد الشخصيه اتطورت زي اوبنهايمر نفسه. شوف في اول فيلم واخر فيلم مش زي بعض. اه. انا اه. متاكد ان روبرت داوني جونيور او الدور بتاعه برضه اول الفيلم مش زي اخر الفيلم. ده حقيقي، ده حقيقي وموجود كل وكل واحد حاجه. برضو تحس ان ليه لحظاته. ليه يعني تلاقي مثلا لحظاته. مات ديمون ليه المشهد بتاعه، مش بتاع المشهد اللي هو ايه مثلا، كان مشهد بارد لمات ديمون في الاخر. انا بالنسبه لي لما قال رايه في اوبنهايمر في اه ما التحقيق. ده اللي انا اقصده. هتلاقي مثلا رامي مالك يا عم ليه مشهده اللي برص فيه في المحكمه. اه، هتلاقي داوني جونيور المشهد البارز ليه لما كان دخل الاوضه ومتعصب اتقفل. او الاعلام كان مستني بره. هتلاقي كل واحد ليه المشهد بتاعه. ده حقيقي فعلا، بس انا بقول لك على حاجات بقى، لازمات وتفاصيل بسيطه اه. اه. ضافت اللي خلتني. ما على فكره عندك حق. اصل بص، خلينا متفقين برضو، نولان استاذ في انه يقلعك جلدك. حلو. يعني اكبر مثال وايه واضحه عندنا هيث ليدجر. اه. اه. هو جدا نولان جدا. استاذ في ان هو يقلعك جلدك. ليوناردو دي كابريو ممثل فشيخ ومش عارف ايه بس اه. تعالى تحت ايدي انا هعلمك حاجه جديده. حلو.
فهل كل الممثلين على مستوى؟ لا طبعا، التمثيل على مستوى عالي قوي، دي ما فيهاش انكار، التمثيل على مستوى عالي متماسك جدا. بس عارف، كأن كده مات ديمون بدل ما خد 8 من 10، لا خد 8.5 من 100. فانا فاهم قصدي، ده اللي أنا بتكلم فيه. اه. والله ما ده اللي بتكلم فيها، بكلمك في اجتهادات شخصيه حلو حلو، اه عظيم. كانت طالعه لي على الشاشه. زي ما بقول لك، مات ديمون كان ليه تون، في حاجه اسمها توناليتي، وهنا يبقى عندك تنوع في طريقه الكلام. يعني لما اقول لخوليو ازيك يا خوليو عامل ايه، غير لما اقول له ازيك يا خوليو عامل ايه، او اه. ازيك يا خوليو عامل ايه. التلاته مش شبه بعض، التلاته ليهم معاني مختلفه، دي حاجه اسمها توناليتي. مات ديمون كان عنده توناليتي خاصه بيه. بقيت بحس انه هو متعصب عارف قوي هيعمل ايه، وهو امم. بيسخر له نبرته الساخره المميزه بتاعته. امم. فببساطه حسيت ان الدور بتاع ليسيل، كان اسمه ليسيل جروفز تقريبا في الفيلم، اه. اه. كان من لحم اكتر دور، مع مساحته كنت حاسه من لحم ودم. ده انسان بيغضب بشكل معين، وبيضحك بشكل معين، وبيسخر بشكل معين. وفي نفس الوقت خلينا ما ننكرش ان مساحته كانت مساعداه. يعني الواد رامي مالك برضو احنا شفناه كتير. الواد شاطر قوي في الحوار ده، بس يمكن هو ما خدش مساحه كويسه. بس يعني خد يعني يعتبر كان ايه، كان المشهدين بتوعه يعني برضو مشهد بيوقع القلم، والمشهد التاني هو اللي كان اه جامدين، سؤال. فلا يعني. جامدين. وعايز اقول لك، لا واقول لك جامدين ليه كمان. اه. انت بتفرش. ما هو اصل بص يا خوليو، احنا بنعمل افلام ليه؟ عشان توصل لي معلومه، الصوره المفروض توصل لي معلومه. هل الراجل ده جعان عطشان عايز ينام، جبان شجاع؟ اه. تمام. دي حلو. بالنسبه لي الممثل حتى يعني. احنا قلنا الحوار ده في سلسله ازاي تمثل. الممثل اللي يعدي من قدام الكاميرا كده زي الخشبه ما وصليش اي حاجه، كانك ما جيتش، شكرا. اه صح، دي تفصيلة عظيمة جدا، انت فكرتني. فده اللي بكلمك فيه، صح. رامي مالك ظهر اقل من دقيقه، باين ان الشخصيه دي، انا عرفت كام معلومه، حوالي 6 معلومات عن الشخصيه دي من توقيعه الورق. صح صح. اه. لا لا، تفصيلة حلوة، كويس انك فكرتني يعني ان احنا اتكلمنا عنها. والنور قطع عندك ولا ايه؟ ولا هي. النور قطع عند سعيد.